ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله زي ما وعدتكم هنعمل ألذ عيش ممكن تجربوه للبرجر او الفراخ المقلية. هنعمل عيش البريوش بطريقة سهلة جدا وبسيطة. مش هياخد معانا اي وقت، وهنعجن بكمية صغيرة من الدقيق علشان لو حد حابب يجربه. جربوه على ضمانتي، تحفة جدا وطري، احلى بكتير من اي عيش ممكن تشتروه من بره او اي عيش ممكن تاكلوه في اي مطعم. شايفين طري ازاي وخفيف جدا، ومقاديره سهلة وبسيطة ومش مكلفة. تعالوا بينا نفتحه بقى ونشوفه من جوه عامل ازاي. شايفين طري جدا، مش قادرة اوصف لكم بقى طعمه وريحته تحفة. جربوه على ضمانتي. يلا بقى بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير مع بعض. Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. You're familiar. عندي هنا 300 جرام من الدقيق، حوالي كوبايتين وربع من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، نص معلقة من الملح. وهقلب كويس المكونات الجافة مع بعض. بعد كده عندي حوالي 130 جرام من اللبن الدافي، عليهم معلقة صغيرة من الخل وسبتهم شوية، وبعدين ضفتهم على العجينة. حوالي نص كوباية من اللبن، عليهم بضاية بدرجة حرارة الغرفة، وهقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده هخلطهم زي ما انتوا شايفين كده مع الدقيق. يبقى 130 جرام من اللبن الدافي، حوالي نص كوباية من اللبن، عليه معلقة صغيرة من الخل، وهقلبهم كويس لحد بس ما اللبن يروب شوية معايا. وبعد كده هضيفهم على العجينة. بعد ما العجينة لمت معايا كده هغطيها واسيبها ترتاح 5 دقايق. بعد ما ارتاحت معايا هطلعها كده وافردها على الرخامة تكون طبعا عندي نظيفة. وهبدأ بقى ان انا اضيف الزبدة بتاعتي. عندي هنا 50 جرام من الزبدة، حوالي معلقتين. هبدأ بقى اعجن الزبدة كويس مع العجينة بتاعتي. في الاول العجينة بتاعتي هتفصل وتقطع بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، بس ما تقلقوش خالص. في الاخر مع العجن هنلاقي العجينة لمت معانا وبقت ناعمة وبقت كويسة جدا. اهم حاجة بس في المخبوزات ان احنا نعجن كويس جدا، وطبعا ان احنا نستخدم دقيق مخبوزات بيفرق جدا جدا في نجاح العجينة. شايفين العجينة ابتدت تلم معايا ازاي؟ اهم حاجة نعجن مدة ما تقلش عن 10 دقايق عشان العجينة بتاعتي تبقى خفيفة وتبقى طرية. زي ما انتوا شايفين كده بتلم معايا واحدة واحدة. هنا العجينة لمت معايا خالص. هبدأ بقى ان انا اعجن فيها كويس على الرخامة. شايفين العجينة طرية وحلوة ازاي؟ هبدأ بقى ان انا الم العجينة بتاعتي بالشكل ده كده، واحطها في البولة واغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي. هنا بعد ما العجينة خمرت معايا، شايفين حجمها تضاعف ازاي؟ هبدأ بقى ان انا اطلعها على الرخامة واقسمها كرات
بالحجم اللي احنا عايزينه. الكمية دي طلعت معايا 6 أرغفة كبار، وفاض حتة عجينة صغيرة كده في الآخر. شايفين بنقسمها كده قد البرتقانة، وابدأ بقى ان انا اكورها كده بايديا وعلى الرخامة علشان اقفلها كويس من تحت وما تفتحش معايا في الفرن. بنقفلها بالشكل ده كده، ونرص بقى على الصينية. حجم الكورة حوالي 90 او 95 جرام. هم عملوا معايا بالظبط 6 قطع. هنا بعد ما شكلت كل الكمية، وطبعا اخلي ايدي سريعة في التشكيل علشان كل الكمية تخمر معايا في نفس الوقت وبنفس الشكل. هغطيها بقى واسيب العيش بتاعي يخمر تاني لمدة ربع ساعة لحد بس ما حجمه يعلى معايا بالشكل ده. هبدأ بقى عندي هنا صفار بيضة عليه معلقة من اللبن ونقطة من الخل. هبدأ ادهن بيه بقى عندي كل كمية العيش، وفي الوقت دوت انا مسخنة الفرن بتاعي كويس. هدهن كل الكمية بقى، وعلى الوش هرش اي حاجة انا بحبها. سمسم ممكن نسيبه سادة زي ما هو، وهندخله الفرن. هيقعد حوالي معانا ربع ساعة، نتابعه علشان ما ينشفش معايا. اول لما يطلع هغطيه بفوطة مندية واسيبه يرتاح. هيطلع معايا بقى بالشكل الجميل ده. شايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا بنسيبه يتهوى. عايزه اقول لكم ان انا عامله العيش دوت من الصبح ومصوره اللقطه دي بالليل، وكان العيش معايا طري وتحفه جدا. اهم حاجه ان احنا نغطيه في علبه، هيفضل معانا طري لحد تاني يوم. شايفين طري ازاي؟ وطعمه بقى مش قادره اوصف لكم، وريحته لازم تجربوه على ضمانتي وتقولوا لي رايكم. ما تنسوش بقى تجربوه وتقولوا لي رايكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.